أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم حلقة جديدة، لقاء جديد كله أحلام كله طموحات. لما نسافر ونروح بره نبدأ على طول نروح على روسيا، موسكو. درجة الحرارة -7. ممكن نشوف. أعزائي المشاهدين، من معرض سياحة بموسكو ببدأ معاكم الفقرة دي واللقاء دوت. ببدأ معاكم في التوقيت ده واحنا بنصور كانت سياحة واقفة. احنا عاملين ايه؟ في دول تانية، يعني تونس هي عاملة شغل كويس. السلام عليكم. بقى برشا عايشك. بتعمل ايه؟ بترسم؟ أنا بكتب خط العربي. خط العربي ايوه. بتحب تونس برضو. كل دولة بتعمل وسائل مبتكرة زي هنا تونس اهو، ويكتبوا اسامي الناس واحنا هنوزع ورق بردي ونشوف الجناح بتاعنا. في قصة نجاح هنا اقول لكم عليها. المصريين على الرغم من المعرض السياحة قافلة بس جم اشتركوا هنا. اشتركوا ليه؟ بنحب الحياة، بنحب بلدنا. هنشوف المعرض اللي موجود ده 6 فنادق ولا 7 وكم شركة بيشاركوا هنا عشان حاجة واحدة بس، الحياة تستمر والسياحة تنجح. اللي موجودين هنا ممثلي الشركات والفنادق، بشكرهم على مشاركتهم. في مصر الحضن اللي عاش يكسر بينا الحدود، مسير الغايب يعود وتلمس ايده الحيطان. احنا مع المصري اول ما احس انه يعمل كده لازم نقف مع بعض. كلمة ايد واحدة دي ما تقالش في المظاهرات. احنا محتاجين في السياحة ايد واحدة. محتاجين سواء الحنطور يبقى معاكم، اللي بيبيع حاجات صغيرة يبقى معاكم، سواء تاكسي يبقى معاكم، اللي في الريسبشن معاكم، اللي بيشتغل في الاوتيل من الصغير للكبير. الشعب يستقبل السياح ازاي؟ ايد واحدة في السياحة، في المصنع، في كل حتة. متأكد ان شاء الله فيري سون عندنا طروحات معينه في اسواق معينه هتقوم فيري سون قريب جدا. في روسيا ولا بره؟ حوالين روسيا لحد ما نخلص يعني منها. عندك اذربيجان. الرئيس راح هناك وعمل حاجة كويسة. كان في كازاخستان لكن كازاخستان ما هو فتح الخط ده يعني. المنطقه دي سي اي اس، كل منطقه سي اي اس. الناس اللي بتجيلنا بتقابلنا هنا كلهم نفسهم مصر تفتح تاني. مصر قريبة وأوان يدوب جواها الغريب، ما بالك وانت القريب. انا سامع كلمة شرم الشيخ دي اوتيل شرم الشيخ. في حجوزات يعني ولا ايه؟ هو دلوقتي طبعا احنا مستنيين الطيران يرجع، وبس كل الناس بتتكلم دلوقتي ان السيتويشن بتاع الطيران مش كتير، بس وانس ان هو يرجع احنا جاهزين. وتحيا مصر. تحيا مصر. حلو كلام مصر، حلو اللي احنا نقول تحيا مصر. وكويس الناس عندها اصرار، لانه السياحه صناعه كبيره عاوزه اصرار وعاوزه مكسب وتكمل. احنا ان شاء الله عاملين بروجرام علشان نعالج فيروس سي في مصر. احنا عندنا تجربه كويسه جدا. في هنا ناس مواطنين شاركوا قالوا لكم ممكن نيجي مصر للعلاج. طبعا في ناس كتيره، واحنا ابتدينا نتكلم مع الشركات التامين الصحي الخاص الروسيه وشركات السياحه الروسي في السياحه العلاجيه، ونتمنى ان نبقى اكبر مركز في الشرق الاوسط لعلاج فيروس سي. يعني جالكم حجوزات ولا لسه؟ احنا ابتدينا نشرح البروجرام. عاوز ارقام. جالكم جالنا بس كم واحد مثلا؟ لا احنا جالنا شركتين، احنا مش جالنا افراد. شركات بس مستنيين عوده الطيران. احنا بندعي الطيران يرجع، لسه ما رجعش الطيران لشرم الشيخ الروس. احنا عايزينكم معانا. محتاجين افكار غير تقليديه، منها الفكره دي. محتاجين كل حاجه تفيد بلدنا. يعني احنا عندنا طبعا عدد كبير مرضى فيروس سي. لما احنا عندنا خبره في علاجهم، اكيد لو هنا المرض ممكن يبقى قليل، لو نقول له النتائج الايجابيه عندنا وجم حجزوا وجم عملوا ده، بننشط السياحه وبننشط كل انواع السياحه، سياحه علاجيه، سياحه ترفيهيه او ثقافيه. انا بحييكم. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. بلاد الخير وشيله ضيوفها فوق الراس. احلى شركات واقفين هنا معاهم، والمبادره جايبين معانا بعض الحاجات التذكاريه ورق البردي. الناس هنا كان في اقبال امبارح كان شديد جدا، ودي لسه النهارده الصبح. يعني انت خدت الكروته ولا ايه؟ عايزين نوزع. بس الناس دي راحت مصر، يعني زاروا مصر قبل كده ولا ايه؟ بيبيلي في جبتي رانشين. ده عبو. زرت مصر. بتحب مصر؟ في لوجو تيجي. ده. طبعا.
قول له يقول تحيا مصر. Скажите в камеру, здесь напротив камеры, скажите, да здравствуйте Египет. Здравствуйте, Египет. تحيا مصر بكل اللغات. تصدق ده راجل ده جدع، ورينا الورقه بقى نوزع عليها. مصر قريبة وأوان This for you. Хотите сказать что-нибудь Египту؟ Привет, Египет, ждите нас в этом году. بلقي التحية لمصر واحنا ان شاء الله السنة دي هنجي لكم يعني. تحيا مصر. Скажите, да здравствуйте Египет. Да здравствует Россия, да здравствует Египет. تحيا مصر. Да здравствует Египет. يعني تحيا مصر. سلمى يا سلام رحنا وجينا بالسلام. الاصرار على النجاح، حب الحياه، لازم نقاوم كل حاجه، لازم يبقى عندنا اصرار. ده الشركات السياحيه اللي عملته، مفيش سياحه، السياحه واقفه، اشتغلوا وتواجدوا، في ناس ثانيه ما جاتش. الانتشار السياحي لسفاره مصر في روسيا في موسكو، الانتشار احمد حسن، بقول لك اهلا بيك. مبسوط باللي احنا موجودين ومكملين. ده حقيقي. هنستمر ان شاء الله. لا باذن الله ان شاء الله هنستمر وبقوه كمان، يعني بقوه كمان اكتر من الاول. يعني السياحه تعود، لكن ادعو واتمنى اللي انت كمستشار سياحي هنا لو بتسمع انه في بعض الاخطاء انا سمعتها موجوده عندنا لازم تبلغها، لازم يبقى لنا دور. ده واحد يتم علاجها. اثنين، الصور الايجابيه لازم نبرزها هنا من خلال المواطن الروسي بالتعاون معنا. هو في حاجه بس انا مهمه احب اشير ليها، انا يعني يسوقني ان انا اسمع ان مثلا ايه خبر نزل يقول لك الفنادق المصريه 90% بيقفل. الخبر ده بالعكس ده يسيء لمصر، مش يحسن الصوره. بالعكس انا كنت اتمنى اسمع ان الفنادق المصريه بتستغل فرصه اللي موجوده دلوقتي، ان مفيش ضغط مفيش شغل، ويحاولوا يعلنوا ان هم بيطوروا في نفسهم وبيحسنوا من مستوى الخدمه، بيعيدوا ترتيب اوراقهم، بيعيدوا ويصوروا دوت صوت وصوره. على فكره الرساله اللي بتوصل في الاعلام المصري بتوصل في نفس اللحظه للاعلام الروسي. الاعلام والصحافه والمواقع الالكترونيه اللي بتهد اكتر ما بتبني، نقول لهم خلي بالكم بلدنا عاوز حاجات كتير قوي، بنتكلم تفاصيل التفاصيل، لان انا جاي هنا اشوف وجهه نظر تانية. انا راجل مش بتاع سياحه لكن بحب بلدي، اجي هنا اشكر كل اللي اصروا على المشاركه على رغم توقف السياحه، الاصرار على النجاح، الاصرار على ان احنا نكمل. ان شاء الله هننجح، بس نغير طريقتنا بقى ونتطور، وكل كلمه بنقولها اهدوا شويه، نهدى شويه. مصر قريبة وأوان جواها الغريب، ما بالك وانت القريب أخويا وصاحب. من المهرجانات الكبيرة اللي بيلتف حواليها المواطنين في موسكو مهرجان الموسيقات العسكرية. ليه احنا ما عندناش يوم نخصصه ونروح مثلا عند المنصة عند النصب التذكاري في يوم اجازة ويبقى فيه عرض للموسيقات العسكرية من موسكو ونكمل معاكم. كمل معاكم خلفي الأهرام اللي مظلمة، نفسي تبقى منورة طول الليل. نتكلم على الاختراعات، ليه ما نشوفش اختراعات هنا وإضاءة موفرة تبقى هنا في الصوت والضوء، تبقى هنا في الأهرام تنور طول الليل. هي دلوقتي بتنور في الصوت والضوء بس، عاوزينها طول الليل منورة بطاقة شمسية، بطاقة مش عارف ايه، المهم تنور. ما ينفعش تبقى مطفية توفيرا للطاقة، لا ده رمز لمصر. كمل معاكم ونشوف الاختراعات. الصورة دي ايه رأيكم فيها؟ الصورة اللي بعديها